ادردش معاكم شويه عن السفر والغربه، وخصوصا ان انا شفت فيديو تقريبا كلنا شفناه للدكتور المصري اللي فضل شغال طول عمره بره في السفر. دكتور طبيب استشاري، وكل فلوسي وديتهم لأولادي، والولد الكبير منهم اللي هو دلوقتي عمره 39 سنة ونص ده اديته كل الصلاحيات، واديته كتبت كل حاجة باسمه على أساس إن أنا لما أرجع كل حاجة بتاعتي. أول ما رجعت وقلت له يا ابني أنا عندي 69 سنة ومش راضيين يجددوا لي العقد، الولد انقلب قلة أدب وشتيمة وتهديد وحاجات، يعني اتكلم كلام و... وقال لي كل حاجة بتاعتي وتريقة وقلة أدب. وتعاون معاه 3 من البنات أشقائه. محدش بيسافر مخير الا قليل قوي بيحب يهرب من الدوشه وبتاع، لكن معظم اللي سافر مجبر على السفر. بس خليني اقول لك ان تمن الغربه دي صعب جدا، مش بس انك انت بعيد عن ولادك، لا في حاجات بتتخلق في النص كده بتديك انذار انك خد بالك برضو. ما ينفعش انك تفني حياتك بشكل كبير جدا وتتحول من اب لخزنه او لاي تي ام بتصرف على ناس طول الوقت، وناسي نفسك وحارم نفسك وموت نفسك ودافن نفسك في التربه بالحق، وبتستحمل كل ما هو مشين عشان تمشي الامور وتربي العيال صح. ده كويس، بس مع الوقت ده بيخلق فجوه كبيره جدا بينك وبين العيال، بيخليهم حتى مش شايفينك، مش متعودين على وجودك، محدش بيسمع كلامك. انت بقيت موجود عشان تحقق اماني ناس تانية، تربيهم وتكبرهم وتركبهم عربيات وتبني بيوت وتجوزهم وتخليهم يعملوا كل اللي نفسهم فيه، وانت مش موجود. عدم وجودك في وسطهم، في مثل بيقول لك ايه، اللي ما بتشوفوش العين بعيد عن القلب. ده حقيقي، طول ما انت مش موجود في وسط ولادك ايه اللي بيحصل؟ مفيش حد متعود على ان هو يسمع كلامك، مفيش حب ومشاعر بينكم، مفيش حد يعني ايه يردهم عن الغلط، مفيش حد يتعامل حسابه اصلا ان انا لو عملت غلط ابويا هيجي يضربني وبتاع، وصبايا موجود. ده انت بتبقى موجود وبتعاني مع اولادك. طب لو ابنك اصلا حاسس انك انت مش موجود ايه اللي بيحصل؟ الواد بيتوحش، بيحس ليه؟ لان الحب بتاع الاب ده لا يقارن بحب الابناء للاب. يعني ابنك ده ما بيحبكاش 1%، لان هو مش مدرك للحب برضه. هو يعني هو طفل بيلعب ويتنطط وبتاع والكلام ده كله، وشاب يعني مش عايز حد يأيده، فانت كل ما تيجي تأيده فتحس ان هو ايه، بيتفلفص منك وعايز يمشي. فهو شايفك طول الوقت انك انت مش على نفس التراك بتاعه، فمش حابب الدوشه دي. خلاص كده. فالكلام ده لو انت موجود معاه. طب لو انت مش موجود، انت بتضطر تسايس الدنيا. طب هجيب لك كذا، طب هعمل لك كذا. ربيت جوه الواد ده ان هو اصلا ما عادش بيسمع الكلام غير لما تقول له اجيب لك كذا، وفي نفس الوقت حتى لو ما جبتش انا كده مش هسمع كلامك، فانا بريحك. فانت حتى بقيت مش اب، انت بقيت فعلا اي تي ام. عدم وجودك في وسط ولادك ده هيخليهم يبقوا جاحدين عليك. مفيش حب، مفيش سمعان كلام، مفيش حتى ان انا ابقى يعني رهبه الاب دي ان انا خايف من ابويا لو عملت حاجه غلط. انت مش موجود طول السنين اصلا، بتيجي تقعد شهر واحد بعد كام سنه تحس انك تقيل لانك بدات تخنقهم. ما مش متعودين على وجودك رايح جاي كده قدامهم وبتاع والكلام ده كله، لا ما عادش في حد بياخد رايك فيهم. فعشان كده ما تنساش نفسك، بتعمل كده في نفسك عشان ناس مش هتفهم الكلام اللي انت بتعمله ده. وفي نفس الوقت انت مسافر عشان تبدا تحسن مستواك الاجتماعي. مستواك الاجتماعي بنسبه 70% معتمد على وجودك في وسط ولادك، التوجيه والتربيه وتعليمهم الصح والغلط. المواقف اللي هي الحياتيه اللي بيعيشوها كل يوم، وجودك فيها هيبقى مؤثر عليهم ازاي. كل الكلام ده هو اللي بيشكل الواد وبيخليه يتعود على وجودك ويحبك ويحترمك ويبقى مقدر وجودك معاه، وكل الكلام اللي انت عايز تقوله عشان لما تكبر تلاقيه سند حقيقي ليك. توجيهك ليه في الشغل وتوجيهك ليه في التعليم هو اللي بيأثر على شخصيته وابن راجل بجد. لكن عدم وجودك ده بيخلق فجوة زي ما احنا شايفين. دكتور اللي احنا فيديوهاته قلب السوشيال ميديا من كام يوم، دكتور عنده 64 سنة بقاله 39 سنة في الغربة، 39 سنة شغال بمرتب ما شاء الله الله أكبر، بيبعت لولاده علشان يأكل ويلبس ويعلم ويكبر ويجوز ويبني بيوت وعمل كل الكلام ده. لما جه يقعد بعد كده ايه اللي حصل؟ انت ملكاش مكان في وسطنا. طب لما جه يتكلم، لا حتى اعتبروا ان هو راجل كبير ولا اي حاجة، ضرب وقلة قيمة وبتاع. طبعا انا مصدوم كأب، مصدوم كأب، فلازم ممكن ما اضرب ابني او ازعق له او بتاع، ده حقي. لكن انا اشوف ابني بيضربني او بيجيب لي بلطجيه او بيطردني من البيت
انا بنيه اصلا عشان هو، عشان اقوي ابني فيه. الكلام ده مش اول قصة تحصل بالشكل ده ولا اخر قصة، لكن انت كواحد بيسافر او عايز يسافر لازم يكون عندك بلان. لازم تبقى فاهم ان الفلوس اللي انت بتجيبها مش كل حاجة. الفلوس دي ممكن تخلق فجوة بينك وبينهم لما يتعودوا عليها، ولما تنزل بعد كده وما يلاقوهاش انت هتلاقي اسوأ معاملة، هتتعاير. ممكن تتعاير كمان وانت مش موجود لو ما بعتش مرتب او اتأخرت فيه. عشان كده لازم تبقى واخد بالك كويس جدا انك انت لو موجود هنا هيعيشوا معاك يا سيدي على الحلوة والمرة، ويتعودوا على تقلبات الحياة، وتبقى دي الدنيا العادية بالنسبة لهم. لكن لما تكون بره الموضوع مش هيكون كده. الموضوع انك انت ليه ما بعتش، ليه ما عملتش، هتلاقي صوت عيلة، وهتلاقي كلام اتغير، وهتلاقي حتى ممكن مراتك اتغيرت معاك مع الوقت. اللي مش هتشوفه عينك مش هيتعلق بيه قلبك. عشان كده لو انت مسافر لازم يبقى عندك بلان واضحة. سافر 5 سنين والولاد صغيرين، او لو ما كنتش لسه اتجوزت. لكن اول ما ابنك يشد نفسه وحنجرته تبدا تتخن شويه، وتحس ان هو بدا يفهم وبتاع والكلام ده كله، لازم وجودك يبقى اهم بكتير جدا من سفرك. تعليم الفرص اللي ممكن تقابلها هنا، وانك تتعلم مهارات جديده. الشغل ما بقاش مقتصر على انك لازم تكون موظف، او لازم تكون خريج، او لازم تكون صنايعي. تقدر تشتغل مجالات كتيره جدا، تعمل حاجات كتيره جدا. لازم تفكر في بديل يخليك ما تنساش نفسك، وتبعتر شمل الأسرة، وفي نفس الوقت لما تيجي تكبر ما تلاقيش حد في ظهرك. غلط. غلط انك تبوظ كل حياتك علشان خاطر تفكيرك محدود، وتقول اصل انا مفيش شغل في بلدي. يا باشا، انت وجودك في وسط بلدك في وسط ولادك اهم بكتير جدا من فكرة انك تكون موجود بره وتيجي في تابوت، فاهمني؟ او امك تموت ما تحضرش جنازتها، او ابنك مش عارف يحصل له ايه علشان خاطر ما كنتش موجود، وشرب ومخدرات وسفر وسهر وكل اللي هو عايزه، لان مفيش رقيب عليه. الفكرة دي لازم تبقى بتفكر فيها طول الوقت، ولازم قرارك فيها يبقى اشجع بكتير جدا من سيطرة المال عليك. وفكرة انك خايف تاخد الريسك، واصلا انا لسه هنزل اعمل ايه؟ لا، انزل اجتهد هنا واشتغل هنا ودور هنا واتعب هنا. لو بتجيب 50% من اللي بتجيبه بره، انت وجودك في وسط ولادك اهم بكتير جدا من سفرك. عشان كده ما تستسهلش، لان الاستسهال في الحاجة دي هيخليك تكبر وتلاقي فيه جحود في وسط في قلوب ولادك. هتلاقي نفسك بتتعب. مفيش حد بيوديك لدكتور، بيجي لك ازمات بالليل وبتتقلب شمال ويمين، مفيش حد فاكرك ولا معبرك. اوعى تعمل في نفسك كده. اوعى تعمل في نفسك كده. ان برضو لبدنك عليك حق. لازم تفكر في نفسك، ولازم تفكر في مراتك لما تكبر. لازم تفكر في العيله دي متربيه على انهي اساس، على الحب ولا على الكره، ولا العيال دي هتكرهنا وهترمينا لما نكبر، ولا لازم يكون عندك طول الوقت رؤيه للحياه اللي انت رئيسها، واللي انت كبرها، واللي انت لازم تخطط ليها، وتكون عارف الرؤيه بتاعتها مناسبه ليك ولا مش مناسبه ليك. مساء الفل.